One day, without you even knowing it, your life will end. And what legacy will you have left behind, sir? A serial murderer, serial killer. You ruined the lives of your family, your children, and many people in this courtroom. You've bloodied and stained the medical profession. Absolutely abhorrent what you did, sir. أول جريمة دي كانت جريمة قتل نفسه أو الكلمة دي وهو عنده 9 سنين عن طريق عقاقير سامة وأدوية مش عارف وظيفتها إيه بكميات كبيرة جدا، بس ما يموتش ويجيب لينا قاتل متسلسل ديفيد الوحش. تشارلز كولين ممرض وقاتل متسلسل من أكثر القتلة بشاعة، وفي التحقيقات اعترف إنه قتل أكثر من 400 مريض على مدار 16 سنة، ودي الفترة اللي اشتغل فيها ممرض أول يوم ليه في التمريض لحد اليوم اللي ساب فيه التمريض، وبعدين قتل له بتاع 12 واحد تسليك سنان. اتولد سنة 1960 في نيو جيرسي تحديدا في ولاية أورانج. كان ليه 8 إخوات، وأبوه كان شغال سواق عربيات نقل وتوفى وتشارلز عنده 7 شهور بس، وحياته كانت غير عادلة، ما كانش رقم واحد بالنسبة لأمه لأن في 8 إخوات تانيين فبيتعاملهم زي بعض، مع العلم إن إخواته عاشوا مع الأب والأم أطول فترة ممكنة، فده الوحيد اللي ملحقش يشوف أبوه، وأمه كانت بتعاملهم نفس المعاملة زي بعض، وده حسسه إن حياته مش عادلة وكان عايش في بؤس، مع العلم إن كان بيحب أمه ومهتم بيها جدا وما كانش لاقي اهتمام، وده كان سبب رئيسي إن يخليه يحاول قتل نفسه، وحاول أكتر من مرة إن ياخد جرعات مخدرة وعقاقير مش عارف وظيفتها إيه وبكميات كتيرة جدا علشان يفارق الحياة، وفي سن 9 سنين بس. وفي سنة 1977 ماتت أم تشارلز في حادث سير، واللي حصل إن كانت عربية ماشية بسرعة رهيبة خبطت أم تشارلز، وده أدى لنزيف حاد وماتت، ودي كانت آخر سلمة لتشارلز متمسك بيها، وبعد موتها سقط في الثانوية وتم تجنيده كجندي في البحرية الأمريكية، وبعدين تم تعيينه كظابط غواص وخدم على غواصة صواريخ فترة كبيرة، وتم ترقيته لظابط من الدرجة الثالثة، ومن بعد ما ترقى على طول ابتدت حالة الاضطراب العقلي تظهر على تشارلز، كان بيعور نفسه وكان بيعيط كتير، ومن أهم العلامات اللي أكدت إن عنده اضطراب نفسي إنه حاول أكتر من 7 مرات، والقادة اللي كانوا مسؤولين عنه خدت بالها ولاحظت ده بشكل كبير، وتم ترحيله وساب خدمته ووظيفته، وبعدين اشتغل ممرض في مستشفى سانت برانما. وفي سنة 1988 كانت أول جريمة قتل ليه بعد موت أمه ب10 سنين، وكانت الضحية الأولى ليه القاضي جوان اداله جرعة زيادة من أدوية القوارض، وتم نقله لمستشفى ثانية تعالجه بسبب إن جاله تشنجات وتسمم حاد، ومن قبل ما يوصل للمستشفى الثانية علشان يتعالج مات، وما كانش ده أول وآخر مريض، لأ قتل مريض تاني عنده مرض الإيدز بجرعة زيادة من الأنسولين، وبعدين لقى. And I still can't really comprehend it. A registered nurse who was supposed to be a caretaker took the life of my brother for his own personal, selfish, and twisted gain. Charles Cullen, you are a coward. I am very brave for standing here today, but you yet cannot even look me in the eye and face me. نفسه محصور من الشرطة وخلاص كانت هتتثبت عليه تهم جرائم القتل، فساب المستشفى وفضل قاعد في البيت لمدة شهر، بعدين قال لك لأ لما هو يشوف لي واحد أقتله، واشتغل ممرض مرة تانية في مستشفى وورم في نيو جيرسي، وهنا قتل 3 ستات مرضى بجرعة زيادة من أدوية القلب المميتة، وفي أم المريضة منهم كانت شاكة في نفسها إن هي اللي اديتها الجرعة الزيادة دي وماتت، وكانت حاسة بندم رهيب، وده اللي شال الشبهة من على تشارلز أكتر. وبعد سنة من الشغل الوضع كان ما يطمنش إن يقتل تاني، وساب مستشفى وورم وقعد في البيت، وكان هيخش في مشادة مع مراته، فقال لك بدل ما أقتلها قام طلقها، ساب البيت وقعد في شقة لوحده دور أرضي عبارة عن غرفة وحمام، وقال لك امشي جنب الحيط ويلا توبة، وساعتها مراته رفعت قضية نفقة بتلزمه يدفع مصاريف شهرية لطريقته وبناته، وللأسف ما تابش وقرر ينزل يشتغل تاني منه يصرف على أولاده ويتم 2 3 علشان يغير جو. وفي الفترة اللي كان بيدور فيها على شغل وما كانش معاه فلوس تحديدا في سنة 1993 اتهجم على بيت واحدة صاحبته وعلى أولادها وحاول يقتلهم وياخد فلوسهم، بس اتمسك من الشرطة قبل ما يقوم بفعلته وتم اعتقاله لمدة سنة واحدة. بعد ما خرج حاول تاني وتم انقاذه ثالث مرة من جاره واتنقل لمصحة نفسية علشان يتعالج من الاكتئاب، وبعد ما خرج وتعافى رجع تاني علشان يشتغل في المستشفى علشان يقتل تاني. القانون عطلان اقسم بالله. واشتغل ممرض في مستشفى سانت لوك، وهناك لاحظوا اصحاب الممرضين نقص رهيب في الادوية المخدرة مع وجود حالات وفيات كتيرة جدا في المستشفى،
وتم تبليغ الشرطة الأمريكية وتم التحقيق لمدة 9 شهور في حالات الوفيات. كل التحقيق ده وتشارلز شغال ممرض في المستشفى، أقسم بالله بارد برود ما شفتش كده، وتم اتهامه وبعدين تم إسقاط التهم عنه علشان الأدلة مش كافية. وبعد ما الشرطة خلصت تحقيقها قام ماشي من المستشفى. انتوا بتشكوا فيا؟ طب اهو قام زعل ومشي. وفي سنة 2002 تشارلز اشتغل في مركز سومرست الطبي في سومرفيلد تحديدا في نيو جيرسي. هو غالبا عدى على مستشفيات نيو جيرسي كلها. وفي مركز سومرست قتل 8 ضحايا، في واحد منهم عاش لمدة 6 شهور في أعراض انسحاب من العقار ومات. والعقاقير المفضلة لتشارلز الديجوكسين والإبنفرين والأنسولين، أتمنى أكون نطقتهم صح. والعقاقير دي رست من المستشفى بشكل متكرر. وبعدها بدأ مركز سومرست إنه يراقب تشارلز ويركزوا في مخالفات تشارلز بطريقة رهيبة. ومع مراقبة الأدلة لاحظوا من جهاز الكمبيوتر اللي هو سيستم المستشفى إن تشارلز بيدخل على سجلات المرضى. وفي خزنة الأدوية ظهر إن تشارلز بياخد أدوية مش مكتوبة للمرضى اللي بيشرف عليهم، وبيسحب أدوية تانية مش موصوفة ليهم. وتم منع تشارلز من سحب الأدوية دي نهائي لأي مريض. وهنا مدير مركز سومرست حذر مركز الشرطة بإن في ممرض عندهم بياخد عقاقير من مخزن الأدوية وما كانوش عارفين إن تشارلز هو القاتل، هم بس كانوا شاكين فيه. وبلغوهم إن هم شاكين في موظف من موظفينهم قتل 4 مرضى بالعقاقير اللي بتتسحب من الخزنة. وهنا قفل ال4 جرائم قتل ب5 جرائم قتل في مركز سومرست. وآخر مريض مات بسبب انخفاض نسبة السكر في دمه. لما المريض مات مركز سومرست قدم بلاغ باسم تشارلز كولين بدون شكوك علشان آخر مريض كان تحت إشرافه ومات متأخر بسبب أعراض الانسحاب. غير كده كان حصل إخواته اللي ماتوا. وساعتها الشرطة جت وحققت في المستشفى وكل الأدلة كانت بتقول إن تشارلز هو القاتل. بس الباشا ما كانش فاضي، كان بيتغدى في المطعم. وهو بيتغدى في مطعم في ديسمبر، مش في شهر ديسمبر، لا المطعم اسمه في ديسمبر. وتحديدا في سنة 2003 تم اعتقاله والتهم بجريمة قتل واحدة اللي هو آخر واحد أصلا مات بسبب عقار الأنسولين. واشتبه في جريمة قتل وبرضه كانت في مركز سومرست. وهنا تشارلز التهمة أثبتت عليه وتم التحقيق معاه واعترف إنه قتل أكتر من 40 مريض خلال 16 سنة. وتم اعتقاله مع التحقيق في بقية جرائم القتل. وفي سنة 2004 تحديدا في شهر ابريل اتفق مع الشرطة ان هو يعترف بكل جرائمه مقابل انه ما ياخدش اعدام. اعترف انه قتل اكتر من الكمية اللي اعترف بيها الاول، تفاضل له تكة ويصدر جثث جملة. واعترف انه قتل 400 مريض خلال 16 سنة. Going to take some time again. If you did you inject Ms. Stoker with any medication? Yes. And was it your intent to cause her to expire? Yes. And what agent did you use to accomplish that intent? The Johnson. You had access to that patient at Somerset Medical? Yes. And you injected that patient? Yes. Without authorization? Yes. With the intent to cause death? Yes. And in fact that patient died? Yes. And the agent employed by you was? The Johnson. Accordingly, the court accepts the plea of Mr. Cullen, and we will schedule the matter for sentencing in a manner that allows for the terms and conditions of the plea agreement to be carried out. حكم على تشارلز ب 18 حكم مؤبد، اللي هو 18 حكم مؤبد بيعادل انفينيتي. وحاليا في سجن ولاية نيو جيرسي بيخلص حكم الانفينيتي اللي هو فيه. المصادر في صندوق الوصف، وما تنساش اللايك وكومنت عرفني انك وصلت لحد هنا. One day, without you even knowing it, your life will end. And what legacy will you have left behind, sir? A serial murderer, serial killer. You ruined the lives of your family, your children, and many people in this courtroom. You've bloodied and stained the medical profession. Absolutely abhorrent what you did, sir.